السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك لحمة ستيك أو بفتيك، تقدري تعملي الوجبة اللي هنعملها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وطريقة بسيطة. دي دايما بنجيب اللحمة اللي هي وش الفخدة، لأنها بتستوي بسرعة وتنفع قوي في الأكلة دي. هنعمل النهاردة الستيك بالصوص البني، طريقة جميلة جدا إن شاء الله تنال إعجابكم. زي ما انتم شايفين كده، دي البداية ان انا شوحت اللحمة، وهبدأ اقول لكم على الطريقة، وخليكم معايا لنهاية الفيديو عشان في اضافات تانية هنضيفها. يلا بينا نشوف ايه الطريقة. اول حاجة ان انا بجيب اللحمة الستيك او البفتيك، ولكن بتكون شرايح الى حد ما متوسطة، ما تكونش رفيعة قوي. بحط عليها ملح وفلفل وقطع من زي ما انتم شايفين الثوم. بحط الثوم وبحط الروزميري اللي هو الحصى. ما بسيبهاش فترة طويلة، لان لو سبتها فترة طويلة هتبدأ تغمق قوي، وبتبدأ بعد كده يبقى طعمها ممرر اثناء الاكل. زي ما انتم شايفين انا كل شوية بقلبها، حتى لو حسيت انها احمرت من تحت ببدأ اقلبها تاني على الجنب تاني مرة تانية، لحد ما بحس انها احمرت زي ما انتم شايفين، وخدت اللون الجميل ده. هي لسه ما استوتش قوي، يعني نقول بنسبة 95%. وبعد كده ببدأ اطلعها، لان لسه في اضافات تانية هنضيفها عليها. وزي ما انا هطلع كده اللحمه كلها بعد ما خدت وشين. وزي ما انتم شايفين مكان اللحمه نفسها في صوص بني بدأ ان هو يتكون نتيجه تحمير اللحمه، اللي هو الصوص اللي موجود ده، اللي هنبدأ بعد كده نحط فيه إضافة تانية هنشوفها مع بعض. بس هنشيل كل اللحمة. بحط معلقة من الدقيق، بشوحها في معلقة الزبدة، وبضيف عليها بعد ما تبدأ تاخد اللون الذهبي. هبدأ أضيف اللبن تدريجي وأقلب بسرعة عشان آخد كل المحتويات الصوص اللي هو شبه البشاميل الخفيف، وأبدأ أقلبه فبيديني الصوص البني ده. وابدا احط فيه قطع اللحمه واضيف عليها الفلفل الحار. وبعد كده ببدا ان انا احطها في طبق التقديم واجملها بالبطاطس زي ما انتم حضراتكم شايفين.